نسمع كلمة مساواة بكل مكان، بس يا ترى عن أي مساواة عم نحكي؟ المساواة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، ولا كلهم سوا؟ خلونا نحط نقاط على الحروف. المساواة بالمعنى السياسي يعني إنه الدولة ما بتميز بين مواطن ومواطن، القانون واحد، الحقوق وحدة، والواجبات كمان. ما في حدا فوق التاني بسبب دينه، عرقه أو حتى أفكاره. اجتماعيا يعني ما يكون في فئة مهيمنة وفئة مهمشة، لا على أساس جنس ولا طائفة ولا هوية. أما اقتصاديا فالحكي عن عدالة الفرص، مش إنه حدا ينولد ومعه بطاقة VIP وواحد تاني ما معه حتى تذكرة لدخول حياة كريمة. بس ليش هيدا الحكي مهم؟ لأنه ما في بلد بيوقف على إجريه إذا نص شعبه محسوب درجة تانية. سوريا المستقبلية لازم تكون بلد كل مواطنيها، مو بلد ناس عندهم امتيازات وناس عم يترجوا حقوقهم. المساواة مش رفاهية، هي حجر الأساس لأي دولة حديثة مستقرة. إذا بعدنا عايشين بعقلية هيدا أحسن من هيدا، فنحن محكومين إنه نضل بمستنقع الصراعات والتفرقة. بس الواقع اليوم غير. إذا كنت تابع للأكثرية عندك حقوق أكتر، إذا كنت أقلية بدك تقاتل لتثبت حالك، إذا كنت ملحد بدك تبرر وجودك، إذا كنت كردي لازم دايما تشرح ليش لغتك وثقافتك مش خطر على حدا. عدم المساواة مش بس بالقوانين، هو بنمط التفكير، بالخطاب اليومي، بالفرص، وحتى بطريقة التعامل الناس مع بعضهم. فاليوم رح نحكي بصراحة مش عن مساواة الشعارات، بل عن مساواة أفعال، عن شو يعني فعليا تكون مواطن متساوي ببلدك بدون لف ودوران. أنا مير وهيدا بودكاست السياسي، وبهالسلسلة عم نحكي عن مستقبل سوريا وكيف لازم تكون. بهالحلقات حكينا عن اللامركزية، العلمانية، ودولة المواطنة، وفتحنا نقاش عن كيف ممكن أنه نبني بلد عادل لكل مكوناته. واليوم حديثنا عن المساواة، مفهوم أساسي لأي دولة حديثة وعادلة، بس بنفس الوقت واحد من أكثر المواضيع اللي بتواجه تحديات بواقعنا السوري. إذا ما سمعت حلقات السابقة ارجع اسمعها، لأنه كل موضوع مرتبط وبيكمل التاني. وإذا عجبك المحتوى لا تنسى تشترك بالقناة، لأنه بعدنا رح نحكي عن الديمقراطية، نظام حكم المدني، ودولة تلتزم بميثاق العالمي لحقوق الإنسان. وهلأ خلينا نبلش حلقتنا ونفوت دغري بصلب الموضوع: المساواة. ببلد متنوع مثل سوريا المواطنة لازم تكون هي الأساس، مش الدين، مش العرق، مش الطائفة، فقط المواطنة. يعني ببساطة الدولة ما لازم تسأل أنت شو، لازم تسأل أنت مواطن، وإذا الجواب نعم خلص حقوقك وواجباتك مثل أي مواطن تاني، بدون أي تمييز، بدون استثناءات. بس المشكلة إنه مفهوم المواطنة عندنا مشوه. اليوم الهوية الطائفية أو القومية بتحدد موقعك بالمجتمع أكثر من هويتك الوطنية. المواطن السوري مش مواطن أولا، هو مسلم أو مسيحي، كردي أو عربي، سني أو علوي، قبل ما يكون إنسان له حقوق. وهون بيجي دور الدستور والقوانين، لأنهن الأساس اللي بيحط القواعد.
في الحلقة السابقة من بودكاست السياسة بعنوان دولة المواطنة حكينا بالتفصيل عن ماهية المواطنة. أتمنى أنك تسمعها. الدستور مش بس ورقة مكتوبة، هو العقد اللي بيحكم العلاقة بين الدولة والمواطنين. إذا الدستور ما كان مبني على مبدأ المواطنة المتساوية، فنحن أساساً عايشين تحت نظام فرز مش نظام قانون. لازم يكون واضح بالدستور إنه كل السوريين متساويين بلا أي تمييز ديني، عرقي أو ثقافي. اليوم المسلم له حقوق معينة وغير المسلم عنده قيود. الكردي عم يناضل بس ليثبت انه لغته مش جريمة، والمرأة بعدها عم بتطالب بحقوقها وكأنها كائن تحت الاختبار. فكيف منعالج هيدا التمييز؟ أول شيء لازم الدستور يقولها بصراحة، ما في مواطن درجة أولى ومواطن درجة تانية. الحقوق للجميع بلا أي تمييز. مش لازم يكون في مواد بالدستور تعطي امتيازات لمجموعة وتحرم مجموعة تانية، سواء بالدين أو اللغة أو أي معيار تاني. القانون لازم يكون واضح، كل شخص عنده نفس الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأي تمييز هو انتهاك للدستور. تاني شيء لازم القوانين تتغير مش بس بالكلام بل بالممارسة. اليوم في قوانين مبنية على انتماءات معينة، سواء بالزواج أو الإرث أو الوظائف أو حتى بالحريات الشخصية. هيدا شيء لازم تنتهي. الدولة مش مفروض تكون حارس لمعتقدات الناس، ولا لازم تفرض هوية واحدة على الجميع. السوري لازم يكون حر، مو بس كيف يعيش بل كيف يتم اعترافه كمواطن متساوي. باختصار، إذا بدنا مساواة حقيقية لازم ننطلق من مبدأ واضح: يا كلنا مواطنين يا أما ما في مواطنة. السياسة بسوريا كانت دايما لعبة الكبار. بس مين هن الكبار؟ هن يلي عندهم القوة، يلي تابعين للأكثرية، يلي النظام السياسي معترف فيهم كلاعبين شرعيين، والبقية كومبارس موجودين ليكملوا الديكور الديمقراطي المزيف. بس إذا بدنا نحكي عن سوريا المستقبل لازم نكسر هيدا المفهوم. السياسة مش نادي حصري، السياسة لكل مواطن بغض النظر عن دينه، عرقه أو معتقداته. المشاركة السياسية ما لازم تكون امتياز، لازم تكون حق. اليوم إذا كنت تابع للأكثرية فرصك أفضل، وصولك أسهل. بس إذا كنت خارج هيدا الإطار بدك تخوض معركة لتوصل، وإذا وصلت بدك دايما تثبت حالك كأنك غريب ببلدك. السوري مفروض يكون عنده حق يترشح لأي منصب، يصوت بدون خوف، ينتمي لأي حزب، يحكي بالسياسة بلا ما يحتسب عليه موقفه كأنه جريمة. هون بدنا ننتبه، تمثيل العادل ما بيعني تقسيم البلد كأنه كعكة ونوزع حصص طائفية وعرقية. هيدا مش حل. الحل هو ضمان وصول كل المكونات المجتمع للحياة السياسية بطريقة طبيعية، مش كتنازل أو كرم أخلاق. لازم يكون في آليات واضحة تحمي هيدا الشيء، مثل قوانين انتخابات عادلة، نظام يضمن عدم تهميش أي فئة، وأهم شيء ثقافة سياسية تعترف بالمجتمع كمواطنين مش كأقليات ولا أكثريات. في ناس بتشوف إنه اللامركزية ممكن تكون خطر على المساواة، كأنها طريقة لتقسيم البلد. بس بالحقيقة اللامركزية
ضمانة للمساواة مش العكس. لما يكون لكل منطقة صلاحيات بإدارة شؤونها، ما حدا بيقدر يفرض هوية وحدة على الكل. الكردي، الآشوري، العلوي، السني، الدرزي، كل فئة فيها تعيش ثقافتها ولغتها وتكون جزء من القرار، بدل ما تكون ضحية للسياسات المركز اللي بيقرر عن الكل. بس الشرط الأساسي هون أنه اللامركزية ما تتحول لاستقلاليات متصارعة، بل لنظام يوزع السلطة بعدالة وما يخلي فئة تسيطر على الثانية. إذا السياسة بسوريا المستقبل مش مفتوحة للكل، فما رح يكون في سوريا جديدة. والاختبار الحقيقي مش بالشعارات، بل بالقدرة على بناء نظام سياسي بيعامل الكل كمواطنين متساوين، مش كضيوف بدرجات مختلفة. إذا في شيء واضح بالتاريخ فهو إنه المساواة بين الرجل والمرأة مش مسألة طبيعية بمجتمعاتنا، بل معركة. كل حق حصلت عليه المرأة كانت نتيجة نضال، مو منحة من حدا. واليوم بعد كل هالسنين بعدنا عم نطرح نفس السؤال: هل المرأة متساوية بالرجل؟ إذا الجواب مش نعم بدون كلمة لكن بعدها، فمعناتها نحن بعدنا بمكان الغلط. نظرياً الدستور السوري بكتير صياغاته بيحكي عن حقوق المرأة، عن المساواة، عن عدم التمييز. بس المشكلة إنه النصوص شيء والواقع شيء تاني. لما القانون نفسه بيسمح بزواج القاصرات ويعطي الرجل سلطة على حياة المرأة، ولما القوانين الأحوال الشخصية بعدها بتتعامل مع المرأة كأنها بحاجة لوصي، كيف فينا نحكي عن مساواة؟ المساواة الحقيقية بتبلش وقت ما يكون القانون أداة قمع للمرأة، بل ضمانة لحقوقها. التحدي الأكبر للمساواة مش بس القوانين، بل العقول اللي بعدها مقتنعة إنه الرجل أفضل، أقدر، أصلح للقيادة، وإنه المرأة مكانها البيت والمطبخ، أو إذا اشتغلت فهي عم بتساعد مش عم تبني. التحدي إنه إذا امرأة قررت تفرض حالها سياسيا أو اقتصاديا، بتواجه مش النظام وبس، بل كل بيئة اجتماعية بتقلها مكانك مش هون. التحدي إنه حتى النساء نفسهم أحيانا بيعيدوا إنتاج هالمفاهيم، لأنهم تعودوا يسمعوا إنه المرأة ما فيها تكون مستقلة. المرأة مش عنصر مساعد، المرأة نصف المجتمع الفعلي، وإذا ما كانت ممثلة بالسياسة والاقتصاد فهيدا المجتمع عم تشتغل بنص طاقته. المساواة بتكون مش بوجود ديكور نسائي بالحكومات والمجالس، بل لما تصير المرأة تاخد قرارات حقيقية وتكون موجودة مش كاستثناء بل كقاعدة. تمكين المرأة مش بس بحصص معينة بالمناصب، بل بضمان وصولها لكل المجالات بدون عوائق، بنفس الحقوق، بنفس الفرص، وبلا أي تنازلات مفروضة عليها. ما في شيء اسمه نعطي المرأة حقها، لأنه الحقوق ما بتنعطى، الحقوق تنتزع. والمرأة مش بحاجة لإذن لتكون متساوية. المجتمع هو يلي بحاجة إنه يعيد برمجة حاله حتى يعترف بهيدا الحقيقة. إذا السياسة كانت لعبة الكبار، فالاقتصاد هو يلي بيقرر مين فيهم يفوز. الفرق بين غني وفقير، مدينة وريف، مركز وأطراف، ما كان يوم مسألة حظ، بل نتيجة نظام مبني على التفاوت بدل العدالة. سوريا مش بس منقسمة عرقيا أو دينيا، سوريا مقسومة اقتصاديا كمان،
ومش صدفة إنه اللي عنده نفوذ سياسي عنده نفوذ اقتصادي كمان. سوريا بلد غناه الطبيعي ضخم، بس توزيع هالثروات شيء كارثي. مناطق بتتنعم بالاستثمارات ومناطق تانية مهملة لدرجة إنه أهلها مجبورين يهاجروا ليلاقوا فرصة. اليوم في سوريين فرصتهم بالحياة أفضل لأنهم ولدوا بالمكان الصح، وإن ولد غيرهم بمناطق محرومة من البنية التحتية الأساسية. الفرق بين ابن مدينة وابن الريف، بين المركز والأطراف، هو فرق ممنهج، مش مجرد تفاوت طبيعي. إذا ما كانت دولة مسؤولة عن خلق فرص متساوية لكل مواطنيها، فمين رح يكون المسؤول؟ الاقتصاد الحر مش حل إذا الدولة ما لعبت دورها بتصحيح التفاوتات. إعادة توزيع الموارد بشكل عادل، الاستثمار بالمناطق المنسية، دعم مشاريع الصغيرة بدل التركيز على الشركات الضخمة اللي بتحتكر السوق. هيدي كلها سياسات مش بس بتساعد الفقير، بل بتبني اقتصاد صحي لكل المجتمع. العدالة الاقتصادية مش معناها أنه كل الناس يكونوا بنفس المستوى المادي، بس معناها أنه الفرصة تكون متاحة للجميع بدون تمييز. ما في مواطنة حقيقية إذا كان في مواطن بيقدر يعالج حاله وآخر محكوم بوجعه لأنه ما معه حق دواء. الصحة مش رفاهية، هيدا أقل حق لأي إنسان. لما يكون في نظام صحي مجاني أو أقل شيء بأسعار مقبولة، لما يكون في حماية للعمال، لما يكون في دعم للعاطلين عن العمل بدل تركهم لمصيرهم، وقتها فينا نحكي عن دولة بتحترم كل مواطنيها. الاقتصاد مش مجرد أرقام، هو اللي بيحدد إذا كنت إنسان كامل الحقوق أو مجرد رقم تاني ببلد بيشوفك على أساس شو معك، مش شو بتستحق. هلأ إذا في شيء بيصنع الفرق بين جيل وجيل فهو التعليم. المدارس والجامعات مش أماكن لنقل المعلومات، هي مصانع العقول اللي بتقرر إذا المجتمع رح يكون مبني على العدالة أو على التمييز. والمشكلة إنه التعليم بسوريا ما كان بيوم من الأيام مساحة حيادية، بل أداة لترسيخ التفرقة، سواء عبر المناهج أو اللغة أو حتى طريقة التعامل مع التعددية الموجودة بالبلد. التعليم هو أول مكان بيتعلم فيه الطفل إذا كان مواطن متساوي أو مواطن ناقص الحقوق. إذا من صغره اتعلم إنه في فئة أرقى ولغة أهم والديانة معينة هو الصح والباقي غلط، فنحن عم نخلق أجيال جاهزة تعيد إنتاج نفس التمييز. المدرسة لازم تكون مساحة مفتوحة لكل الهويات، مش مكان لفرض هوية واحدة على الجميع. التعليم العادل ما بيعني بس وصول كل طفل للمدرسة، بل انه يلي بيتعلمه جوا يكون مبني على الاحترام المتبادل مش الإخصاء. المناهج الدراسية بسوريا ما بتحكي عن الكل بنفس الطريقة. تاريخ البلد مكتوب من وجهة نظر السلطة الثقافية المهيمنة والدين الغالب. اللغات الغير عربية مغيبة، والشعوب الغير عربية وجودها بالمنهاج مختصر أو حتى مشوه. إذا التعليم عن الهوية السورية ما بيشمل الكل، فكيف بدنا نخلق مواطنة متساوية؟ الحل مش بتعديل سطحي، بل بتغيير جذري للمناهج بحيث تحترم التعددية وتقدم صورة حقيقية عن المجتمع، مش صورة مصنوعة لخدمة فئة معينة. سوريا بلد غني بثقافاته بلغاته بتراثه، بس كيف بيتم التعامل مع هيدا التنوع؟ كأنه تهديد. الاعتراف بالتعددية مش مجرد كلام، لازم يكون فعل. اللغة الكردية لازم تكون رسمية جنب العربية،
مو كأنها لغة أجنبية. التاريخ السوري لازم ينذكر بكل مكوناته، مش بس من منظور القومية العربية. الموسيقى، الأدب، الفن، كله لازم يعكس حقيقة البلد، مش يقتصر على اتجاه واحد. إذا بدنا نخلق جيل جديد بيؤمن بالمساواة، لازم نبلش بالمدرسة. لأنه إذا الطفل اتعلم التمييز قبل ما يتعلم جدول الضرب، فلازم نتوقع مستقبل ما فيه عدالة من الأساس. المساواة مش قضية فردية، هي قضية مجتمعية شاملة. لكن للأسف في عوائق ضخمة عم توقف قدامها. النظام السياسي السابق والحكومة الحالية لحد اليوم مستمر بتوزيع السلطة بين مجموعات محددة، والأولوية تبقى للأقلية القوية مش للعدالة بين كل المواطنين. من هون ببلش التمييز. الاقتصاد عم بيعيد نفس القصة، بحيث بيتم توزيع الثروات بشكل غير متساوي بتكريس التفاوت بين المركز والأطراف وبين فئات الاجتماعية المختلفة. أما الجانب الاجتماعي فالأبنية الثقافية والدينية والاجتماعية بعده لحد اليوم مش مهيئة لقبول فكرة المساواة، لأنه معظم الناس عندهم قناعات مترسخة بتعتقد أنه هناك فئات أعلى من غيرها، سواء بالدين أو العرق أو حتى الطبقة الاجتماعية. القوى السياسية والدينية كانت ولا زالت من أكبر المعوقات. في القوى السياسية اللي عم تستفيد من الوضع القائم بتعمل على الحفاظ على الامتيازات والنظام الهرمي بين الفئات. أكيد في توازنات سياسية داخلية بتخدم مصالح فئة معينة، ولهيك بتحارب فكرة المساواة حتى تبقى هيمنة هيدا الفئات ثابتة. أما القوة الدينية سواء كانت إسلامية علوية سابقا أو إسلام السنة حاليا، فغالبا بتحارب المساواة إذا كانت بتهدد السلطة اللي بتكتسبها من انتماء الطائفي. ببساطة، لما القوى السياسية والدينية تشوف المساواة كتهديد لمصالحها ما راح تدعمه. لكن مش كل القوى السياسية والدينية ضد المساواة. في عنا قوى حديثة بدأت تتشكل وخاصة بين الشباب بتتبنى أفكار المساواة الحقيقية بغض النظر عن انتماءات الدينية أو القومية. هن بحاجة لدعم أكبر، وأي إصلاح سياسي لازم يضع هذه القوى بموقع القوة. المجتمع مش دايما مستعد يتقبل فكرة المساواة بكل جوانبه، مش لأنه ناس مش فاهمة، لكن لأنه اتربوا على فكرة أنه المساواة بتشمل تغييرات جذرية بالنظام القيمي والاجتماعي. في مجتمعاتنا التقاليد قد تكون قوى مقاومة قوية ضد أي تغيير، سواء كان من ناحية حقوق المرأة أو مساواة الأديان أو اعتراف بالهوية الكردية. بس المشكلة أنه هيدي المقاومة مش مقاومة من الجميع، هي مقاومة من مجموعات معينة متجذرة بالأجيال القديمة اللي شافت المساواة تهديدا للتراث أو للنظام القديم. لكن مع الوقت الأجيال الجديدة عم تكسر الحواجز، عم تفهم أن المساواة مش تهديد بل خطوة للأمام لبناء مجتمع أكثر عدالة واستقرار. مع انتشار فكر التقدمي والتواصل بين أفراد عبر وسائل الإعلام الحديثة، عم ينشئ تحول في الوعي الجمعي، وأنه ممكن نعيد تعريف ما هو عادي ومقبول في مجتمعاتنا. الخلاصة، التحديات كبيرة ولكن في أمل، وفي ناس مستعدة تدفع الثمن من أجل التغيير. المساواة ممكن تتحقق إذا تضافرت الجهود السياسية والاجتماعية، وإذا تم تحطيم المعوقات الفكرية والهيكلية الموجودة.
اليوم عم نحكي عن مساواة من زاوية أوسع من مجرد فكرة، بل كجزء أساسي لبناء سوريا جديدة. المساواة مش بس حقوق، هي فلسفة حياة. هي تعني المساواة في المواطنة، حيث أنه كل مواطن عنده نفس الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. هي تعني المساواة الاقتصادية والاجتماعية، حيث الفرص متساوية للجميع وكل شخص عنده حق بالعيش الكريم والفرص العادلة. هي كمان تعني المساواة في التعليم والثقافة، حيث كل شخص بيقدر يعبر عن هويته ويتعلم بلغته في بيئة خالية من التمييز. وأخيرا هي تعني المساواة السياسية، حيث بيكون لكل مواطن صوت في اتخاذ القرار بلا أي استثناءات. التطبيق الفعلي لهيدا المفاهيم بحاجة إلى إرادة سياسية جادة ومجتمع مدني قادر على المطالبة بحقوقه. أول خطوة هي الدستور والقوانين، لازم تكون متوافقة مع مبادئ المساواة. لازم يتم إلغاء كل أنواع التمييز داخل النصوص القانونية والتأكد من تطبيقها بشكل عادل. لازم تخلق سياسات اقتصادية تدعم العدالة وتؤمن توزيع الموارد بشكل عادل بين جميع المناطق والفئات. نظام التعليم لازم يكون منفتح على التعددية الهوية ويعلم الطلاب احترام الآخر والتعايش معه. وأخيرا لازم يكون في تفاعل حقيقي بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية لضمان أنه الجميع يكون مشارك في بناء المستقبل. أنتوا المستمعين، بعد كل هالحديث شو رأيكم؟ هل المساواة فعلا ممكن تتحقق في سوريا المستقبلية؟ شو العوائق اللي بتشوفوها وكيف ممكن نتجاوزها؟ ناطر تعليقاتكم وأفكاركم، خلونا نسمع آرائكم ونتبادل النقاش. التغيير ممكن، بس لازم نكون كلنا جزء منه. المساواة مش حلم، هي ضرورة حتمية لبناء سوريا جديدة، سوريا لكل السوريين. سلام.